بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعيد أحبائي زي ما سمعنا في إنجيل النهارده في سنكسار ببكر الأعياد السيدية أو أبو الأعياد السيدية، وهو عيد البشارة المجيد 29 من برمهات. والعيد ده هو يعني بيعتبر عيد مظلوم، لأنه مش بيتحس بيه. دايما بيجي في وسط الصوم الكبير، وكل اللي بنعمله نحن بنصلي فرايحي وبنقرأ قراءات البشارة، ويبقى ما فيش صيام انقطاعي. طبعا الصيام مستمر، ما فيش أكل سمك زي ما بعض الناس عندها الاعتقاد ده. فعيد البشارة بيعتبر يعني عيد خطير. ليه نقول عليه كده؟ يعني تعالوا نفهم الحتة دي من الناحية اللاهوتية. نسأل نقول امتى ابتدى الاتحاد أو اتحاد اللاهوت بالناسوت؟ هل يا ترى في الميلاد ولا في البشارة؟ طبعا في البشارة. احنا في القداس الغرغوري بنكلم ربنا بنقول له: أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء. يبقى لما جانا الدنيا ما جاش في يوم ميلاده، لكن كان يوم ما بدأ الحبل المقدس به في بطن أمنا العذراء، في يوم بشارة الملاك ليها. فهو موجود في الأرض من اللحظة أو في اللحظة التاريخية، يعني تعتبر لحظة فاصلة اللي كانت بين العذراء وبين الملاك جبرائيل. رئيس الملائكة قال لها: ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، ويدعى ابن يعني هيكون عظيم، وابن العلي يدعى. فهي سألت سؤال استفسار: كيف يكون لي هذا؟ هي حاطة في نفسها، هي طبعا مخطوبة الرجل يوسف، لكن حاطة في قلبها انها تعيش البتولية، يعني ما فيش زواج. فيقول لها: تحبلي بعد، عايزة تعرف ازاي. فالملاك طبعا قال لها: مفيش جواز ولا حاجة، القدوس المولود منك. قال لها: طبعا الأول روح قدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فهذه اللحظة بدأت الست العذراء طبعا تسليم كامل، لأن كانت فاهمة المعنى وعندها إيمان قوي، فقبلت وأطاعت وقالت له: أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. ففي اللحظة ديت مجرد نطقت الكلمة دي حصلت أخطر لحظة في التاريخ، وهي اللاهوت اتحد الموجود منذ الأزل، اتحد بخلية في بطن أمنا العذراء اللي يعني أعدها الروح القدس. عشان كده احنا بقى في اللحظة ديت نقدر نكلم ربنا ونقول له: أتيت إلينا على الأرض. في اللحظة دي، لحظة اللي الست العذراء وافقت إنها تقبل إنها تكون والدة الإله. فعشان كده الكنيسة عملت العيد ده عيد سيد كبير. تقول لي: كبير ليه طيب؟ ما يعني ما حدش شاف حاجة، وما حدش دري حتى إيه اللي حصل. حتى يوسف النجار نفسه ما عرفش إلا بعد فترة طويلة، لأن الست العذراء ما بتحكيش. لكن الروح القدس هو اللي بيعلن. لما الست العذراء راحت لإليصابات قابلتها بتهليل شديد جدا، وقالت لها العبارة المشهورة: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ طيب فين ربي ده؟ جوه في البطن. ربي فين؟ هو في البطن. فعيد البشارة أحبائي عشان كده هو الاحتفال بالمسيح اللي جه قبل ما يتولد. احتفال بالمسيح اللي جه قبل ما يتولد. فعيد البشارة عيد كبير، لأن المسيح جه بس لسه ما شفناهوش. شفناه إمتى؟ شفناه بعد 9 شهر لما اتولد من أمنا الست العذراء. فعشان كده سؤال: هل الحبل حصل مجرد الملاك ظهر للعذراء؟ طبعا مش مجرد ظهر الملاك، بدأش الحبل إلا
لما العذراء ادت اوكي، العذراء وافقت. عشان كده كرامة العذراء عندنا عالية جدا. لأن العذراء في اللحظة دي كانت عبارة عن مندوبة عن البشر كلهم، وكأن الملاك بيسألها هل موافقة إن الله الكلمة يجي جواكي؟ أنت موافقة؟ طبعا البشرية كلها يعني نتخيل كده عمالة تقول للعذراء لازم توافقي، لأن طبعا لو موافقتش المسيح مش هيجي، مش هيتم الخلاص. ففي اللحظة دي الست العذراء وافقت، وابتدى أقنوم الكلمة ياخد أو يتحد بالناسوت اللي أعد الروح القدس في بطن أمنا العذراء. عشان كده الآباء يقولوا حواء الأولانية يعني ما وافقتش، لما الله قال لها ما تاكليش أكلت، لكن حواء الثانية لما طلب منها طلب أصعب وافقت وقالت حاضر. عشان كده أصبحت هي حواء الجديدة، الست العذراء بقت هي أم كل حي، صلحت اللي عملته حواء الأولانية، فبقينا أولاد العذراء مش أولاد حواء، وبقينا نفتخر ونقول سيدتنا كلنا وملكتنا والدة الإله. لما قالت حاضر فابتدأ في هذه اللحظة الحبل الإلهي. عشان كده واحد زي القديس أغسطينوس التعبير المشهور بتاعه لما بيقول الله الذي خلقك بدونك لا يخلصك بدونك، جابها منين دي؟ جابها من دور أمنا العذراء. فلولا إن العذراء وافقت وخضعت ما كانش المسيح دخل العالم بتاعنا. فبالتالي أحبائي أصبح في دور بشري في موضوع الخلاص، في دور لازم نشترك فيه مع ربنا. فالروح القدس يجي يقول لك حبيبي توب وأنا أدخلك السماء. طب لو ما توبتش مش هتخش السماء. الروح القدس يجي يقول لك هعملك قديس، بس لو ما طلبتش القداسة وسعيت ليها مش هتاخدها. لو ما طلبتش القداسة وسعيت ليها مش هتاخدها. فده درس مهم قوي في عيد البشارة، ان هناك دور بشري دايما موجود، لان ربنا مش بيخلق شطرنج او بيخلق شوية عرايس بيحركها، لكن ربنا عايز اولاد احرار. فمن البداية لازم يكون لينا دور. العذراء القديسة رفعت راسنا، عملت الدور بتاعها وقالت حاضر يا رب. فإحنا أحبائي نتعلم بقى كده النهاردة في هذا العيد، إن إحنا طول ما بنقول لربنا حاضر في كل وصية ثق إنك هتخش السماء. طول ما بتقول لربنا حاضر في كل حاجة هيدخلنا السماء كلنا. فده أول عيد سيدي أو بكر الأعياد كلها، وينطبق عليه التعبير اللي قاله القديس أثناسيوس، بيقول أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. يعني أخذ الذي لنا، أخذ طبيعتنا من بطن العذراء عشان يشركنا، طبعا مش يشركنا في طبيعته، لكن هو أخذ جسدنا ادانا روحه، أخذ بشريتنا وبقى هو ابن الإنسان عشان يدينا إحنا بنوة نبقى أولاد الله. خد حياتنا على الأرض وإدانا الحياة الأبدية. فعيد البشارة فتح أحبائي التسلسل لكل اللي هيحصل بعد كده. فلولا عيد البشارة طبعا ما كانش هيبقى فيه الميلاد ولا العماد ولا الصليب ولا القيامة ولا الصعود ولا الحلول الروح القدس. فعشان كده هو أول الأعياد السيدية، وبيعتبر من هذا اليوم عيد البشارة بدأ ربنا الخطوات التنفيذية لخلاص البشرية. بدأ خطواته التنفيذية في الخطة اللي أعدها قبل سقوط آدم، موجودة في ذهن الله منذ الأزل، إن هو يخلص الإنسان. واضح طبعا الكلام ده، خطة الخلاص في كلام الملاك لما لا تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. حتى الملاك اللي جاء بشر الرعاة قال لهم ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. وعشان كده الست العذراء فرحت بهذا الخلاص،
وفي لقائها مع اليصابات ابتهجت وسبحت لهذا الخلاص وقالت تبتهج روحي بالله مخلصي. فاحنا بنتذكر في هذا اليوم خلاص ربنا لينا، واللي كان في فكره منذ الازل من قبل ما يسقط ادم واللي دبره بهذا التجسد العظيم في ملء الزمان، انه اخذ جسد طاهر من الست العذراء عشان يموت بيه ويقدمه ذبيحه حب للانسان، حب البشريه، وبالتالي يبيد سلطان الموت. احنا بنتذكر البشاره دي مش مجرد حديث وخلاص، لكن ده بدايه عشان احنا نتمتع بايه؟ اباد سلطان الموت اللي كان على رقبتنا، وصلح الفساد اللي كان فينا، اعطانا خلقه جديده، وأعاد لنا الحياة والشركة مع الله مرة أخرى، وأعاد لنا الرجاء في ملكوت السماء، أن احنا نرث الملكوت كأبناء لله. فهذا العيد أحبائي مليء بالتعليم الروحية اللي تخلينا نحيا فرحين كل أيام حياتنا. يعني من ضمن الدروس الروحية الحلوة أيضا اللي في هذا العيد أنه بيقدم لنا الصورة الكاملة للقداسة. يقدم لنا الصورة الكاملة للقداسة فين؟ في شخص ربنا يسوع المسيح ابن الله المتجسد. فابن الله قدوس من حيث لاهوته، وناسوته أيضا خالي من ميراث الخطية. فالمسيح طبعا جه بدون عمل زواج زي ما احنا شفنا، جه من خلال عمل روح القدس في أمنا العذراء. فطبيعتنا احنا البشر بنتولد وارثين الطبيعة الخاطئة، لكن المسيح للمجد لما أخذ ناسوت طاهر بدون ميراث الخطية، لم يرث خطية آدم. المسيح له المجد كان له فكر وعقل غير خاضع لتيار الخطية، ما كانش تحت ضغط الخطية. حواسه المقدسة، جسده الطاهر، ما كانش خاضع للتيار الخطية. عشان كده وقف بكل جرأة يقول للناس من منكم يبكتني على خطية، وقال لهم رئيس هذا العالم آت لكن ليس له في شيء. فطبعا ده عكس البشر. الكتاب يقول لنا الجميع زاغوا وفسدوا أعوزهم مجد الله. وحتى الجيل اللي كان موجود أيام المسيح قال عليه جيل شرير وفاسق، يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي. فإذا عايزين نقول إن هذا العيد يعني يعتبر نبع القداسة. هذا العيد نبع القداسة، جه يطهر البشرية ويقدسها في شخصه. عشان كده يا ريت واحنا بنعيد بعيد البشارة يحضر في ذهننا إن احنا نتحفز إن احنا نسلك في طريق القداسة، لأن مطلوب مننا كده. قديس بطرس الرسول يقول نظير القدوس كونوا الذي دعاكم كونوا قديسين في كل سيرة. فده درس مهم أحبائي، دعوة إلى القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. درس آخر في البشارة إن احنا بنلمس محبة ربنا للخطاة، محبة الله للخطاة. فطبيعة ربنا طبعا بتكره الخطية، طبيعة ربنا كارهة للشر، لكن في نفس الوقت هو بيحب الخطاة، ويعني بيقدر ضعفهم، عارف ان هم ضعفاء، وبيسعى ربنا دايما لتحرير الضعفاء الخطاة من سلطان الخطية. يعني زي المرأة السامرية اللي احنا النهارده يعتبر حد السامرية في رحلة الصيام، المسيح قادها للتوبة وعشان يخليها ترتوي من ماء الحياة. لقاءه مع زكا العشار يحكي لنا عن محبة ربنا ليه، وقد ايه دخل بيته وفرحه وقبل توبته واعلن خلاص لهذا البيت كله. ونلاقي الامثله كتيره في الكتاب المقدس، طبعا يصعب حصرها دلوقتي، ان ربنا قد ايه بيحب الخطاه، بيشجعهم وبيفرح برجوعهم لاحضانه مره اخرى. يعني كل يوم على الاقل بنصلي في الخدمه الثانيه المراه الخاطئه في بيت الفريسي، وقد ايه ربنا قال للسمعان ان الست ديت افضل منك لانها تابت واحبت كثيرا
لذلك يغفر لها الكثير. فإذا هذا العيد بيفرحنا أن ربنا هو أمس واليوم وإلى الأبد، يعني مش بتاع السامرية والمرأة الخاطئة والناس دي بس وإحنا لأ. الله لا يتغير في محبته، لا يتغير في قبوله للتائبين، محبته للخطاة ثابتة، وفرحه برجوعهم لا يحصى أو لا يحد. حاجة أخيرة أقولها، طبعا العيد ده مليان بالدروس الروحية، إن السماء دايما مصدر فرح. السماء بالنسبة لنا دايما مصدر فرح، عشان كده أولاد ربنا نظرهم إلى فوق. بولس الرسول يقول اللي قام مع المسيح اطلبوا ما فوق، يخلي قلبك فكرك عينيك مثبتة على السماء، مصدر الفرح ومصدر خلاصك. يعني يكفي الملاك لما ظهر للرعاة قال لهم أبشركم بفرح عظيم، فالسماء مصدر فرح لينا. اللي بيبص للأرض وبيركز في نظره في الأرض مش هيلاقي غير الأنين والألم، هيلاقي فيها الضعف، الحروب الروحية، الشهوات المدمرة، ده اللي هتلاقيه في الأرض. لكن تبص للسماء هتستقبل كل خبر طيب وكل خبر مفرح. يعني في العهد القديم مثلا اسأل واحد زي حزقيا الملك، ده كان مهدد انه هيتقتل هو وكل مملكته، لكن اللي عمله جري على الهيكل وتطلع للسماء فوجد المعونة، وربنا بعت له ملاك وقتل حوالي 175 ألف ليلة واحدة من جيش سنحريب، وأنقذ حزقيا الملك وكل مملكته. فنلاقي الأمثلة كتير، يعني أرملة صرف الصيدا إيليا السماء بعتته ليها، ولما راح لها كانت في حالة مجاعة، شوية زيت وشوية دقيق، لكن بركة السماء كانت فيهم كفوها طول فترة المجاعة 3 سنين و6 أشهر. فكون السماء مصدر فرح لينا معناه احنا كمان لازم نكون مصدر فرح للآخرين. يعني ما يبقاش ليك كلام صعب مع الناس، كلام جارح، كلام يقتل، كلام يتعبهم، لكن خليك دايما بهذا العيد نسميه عيد البشارة، يعني خبر مفرح. كل اللي يشوفك يقول هذا رجل صالح ولا يأتي إلا ببشارة صالحة. مين اللي قال الكلام ده؟ داود قاله عن واحد اسمه أخيماعص، قال ده ما بيجيش إلا بأخبار طيبة. فالسماء دايما تدينا كل معونة روحية وحتى المادية، فيا ريت نحن دايما يبقى لينا كلمة يعني دعوة للناس، كلمة نصيحة، كلمة حب، كلمة تشجيع. المسيح كان دايما يدي بإشارات مفرحة للناس، يقول له المفلوج مغفورة ليك خطاياك، يقول للتلاميذ لا أترككم يتامى، يوعدهم بحلول الروح المعزي عليهم، يقول لهم ان انا هقوم من الاموات واراكم فتفرح قلوبكم. دايما يدي كلام مفرح. فاحنا من يأس حد، حتى لو لقيت واحد في ملء الخطيه شجعه وقول له ربنا حنين وطيب وغفور، بس انت ابتدي التوبه والنعمه هتساعدك، فيبتدي يتشجع، يبتدي يتوب وتتغير حياته. دي احبائي بعض ملامح من الدروس الجميله اللي بيخزنها لينا عيد البشارة المجيد. ربنا يدينا فعالية هذا العيد في حياتنا، له كل مجد إلى الأبد، آمين.